مرحبا، دكتورة علا ظاهر، اختصاصية بالطب النسائي والولادة من مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية. إلي الشرف أنا اليوم أتوجه لكم بهالندوة عن الصحة الإنجابية والجنسية. مثل ما بتعرفوا ما كتير عالم بتعرفها وبتحكي عنها، فنحن اليوم بدنا نحكي عن الصحة الإنجابية والجنسية لأهميتها بمجتمعنا. أول شيء بدي أعرف شو يعني الصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية حسب تعريف منظمة الصحة العالمية هي إنه نحن نوصل لحالة اكتمال السلامة البدنية والنفسية. شو يعني؟ يعني تكون هالناس اللي عايشة بهالمجتمع عندها قدرة على إنه تحصل على حياة جنسية ونفسية مسؤولة، وهالحياة تكون آمنة، وتكون عندنا كمان نحن بنفس الوقت القدرة على الإنجاب وحرية الاختيار. هالحرية الاختيار نحن اللي بنحدد الوقت، نحن بنحدد كيف بدنا نعملها وأيمتى، وإذا بدنا يكون عندنا وسائل لنحدد النسل كمان لازم نحن من حقنا نعرف هالوسائل لازم تكون متاحة بكلفة ميسورة ومقبولة، ولازم تكون آمنة. نحن لازم نطبق هالبرامج اللي لها علاقة بالتوعية بالتثقيف الصحي للإنجاب وفترة الحمل، من خلال الأندية، من خلال المستشفيات، من خلال العيادات، من خلال الأطباء. لازم نوفر لكم فرص صحيحة لتقدروا تحصلوا على ولد سليم، لتقدروا تحصلوا على عناية كاملة بفترة الحمل وفترة ما قبل الحمل.